في المغرب، حيث عليك ألا تستغرب، بدأ موسم الاصطياد بشكل أكثر إثارة، كما الحال عند كل 5 سنوات. والضحية الأبدي كالعادة هو المواطن المغربي المغلوب على أمره، والذي يقبع مفروسا كما ترك آخر مرة عندما زارته ذئاب السياسة، مرمي في المغرب الغير النافع بين الجبال والصحراء والأراضي المنبسطة ككل بالقرى المغربية، مرمي يصارع الموت البطيء ولا ينتظر شيئا من المستقبل. وكيف سينتظر ومرت عليه الانتخابات تلو الأخرى، والوعود التي تنسيه فيها أخرى، والأماني التي يهدم بعضها بعضا؟ لا شيء يتغير عند مرور ال5 سنوات ما عدا تضخم رقم الديون الذي لا محال سيسددها لصندوق النقد الدولي، وإن لم يفعل ستتكفل سلالته بذلك. مغربي اليوم أمام مفترق الطرق، وعليه اختيار من سيدق آخر مسمار في نعش كرامة العيش، لأن الأمل غاب في زمن الذئاب. الكل يلهث من أجل اقتطاع جزء من الكعكة، والتي يتكفل للأسف هو بعجنها وطبخها دون أن يتذوق طعمها. مغربي اليوم عليه، حتى وإن لم يشارك في الانتخابات مقاطعا، فهو مشارك في لوي الحبل على عنقه، لأنه ببساطة مغلوب على أمره، ولا يحق له رفع صوته وقول كلمة لا لهذه المهزلة. انتخابات تتم فيها تزكية المترشحين الذين يقدمون الولاء مالا لأمين الحزب، لا من يقدمون الشواهد الجامعية والتجارب الحياتية. مغربي اليوم للأسف لا حول ولا قوة له، فمن شدة فقدانه للثقة في الأحياء لجأ لتقديم القرابين والهدايا للأضرحة، متمنيا أن تتمكن من فك أزره من الفقر والبطالة والتهميش والمرض والظلم.